أكلمك النهاردة عن كتاب مهم جدا لأستاذ الأعصاب بجامعة أيرلندا، وله مجموعة مؤلفات هامة أشادت بها الصحف العالمية. الكتاب اسمه في مديح المشي. بيقول إن المشي مش مجرد وسيلة تنقل، لا، ممارسة فيلسوفية نفسية بتغذي الدماغ وبتزود التركيز وتحقق الإبداع. الكتاب ده مهم قوي، لازم تقراه. ليه بقى؟ لأن هو الحقيقة بيقول إن الحياة بتتسارع وتزداد فيه ساعات الكسل، لأن الحياة بتخلي الإنسان دايما يميل إلى الراحة. لكن هو بيقول الحركة لازم تبقى فيه حركة من أجل الصحة الجسدية وصفاء الذهن وقوة الذاكرة ونقاء الروح. الكتاب ده مش بيشبه كتب التنمية التقليدية، لا، ده بيستند إلى أبحاث علم الأعصاب الحديثة، وبيضع بين أيدينا خلاصة مذهلة: المشي ليس عادة صحية فقط، بل ضرورة بيولوجية ونفسية وحضارية. بقول إحنا مخلوقات صممت للمشي، وإن الدماغ بيعمل بشكل أفضل حين يتحرك الجسد. وبعدين بيشرح بقى ليه المشي مهم، وبيقول إن بيحدث تغيرات في أنظمة الدماغ. هو نشاط بسيط المشي، لكنه يشبه إعادة تشغيل الجهاز العصبي كل يوم. بيأكد أيضا الجديد إن المشي بيبقى علاج فعال للقلق والاكتئاب، وأيضا بيخليك تبقى دايما في حالة نفسية مريحة. هو بيقول إن الدماغ تطور من أجل الحركة، فإذا كنت ستبقى ساكنا، طب بتحتاج لدماغك ليه؟ بيقول لك إذا أردت أن تفكر بوضوح قم وابدأ المشي. بيقول لك المدن التي لا يمشي فيها تقتل أهلاب البطء. التصميم الحضري اللي يراعي احتياجات المشاة بيجعل المدن أكثر إنسانية. أنا عايز أقول لك إن الكتاب ده مش بس مجرد دعوة للنشاط، لا، ده دعوة للعودة إلى طبيعتنا البشرية، إنه تذكير بأن في كل خطوة نمشيها نعيد التواصل مع أنفسنا ومع الحياة. ابدأ بخطوة ثم أخرى، هتجد إن المشي رياضة وفي نفس الوقت صحة وإعادة لتشغيل جهازك العصبي. يا صديقي، هذا الكتاب كتبه أستاذ أعصاب من أشهر الأطباء في العالم. حبيت أقول لك عليه وأنبهك إنك لازم تتحرك ولازم تمشي. وأنت لما هتقرأ الكتاب هتقرأ كمان أسباب طبية تدعوك لأنك تمشي. تحياتي، مع خالص، شكري.